السلام عليكم. برجاء الاشتراك في القناة ودعم هذا الفيديو لنستمر بالمزيد إن شاء الله. عندما غنت فيروز الآن وليس غدا أجراس العودة فلتقرع، رد عليها الشاعر نزار قباني قائلا: من أين العودة فيروز والعودة تحتاج لمدفع؟ عفوا فيروز ومعذرة، أجراس العودة لن تقرع. خازوق دق بأسفلنا من شرم الشيخ إلى سعسع. أما تميم البرغوثي فرد قائلا على نزار قباني: عفوا فيروز ونزار، فالحال الآن هو الأفظع. إن كان زمانكما بشع فزمان زعامتنا أبشع. أوغاد تلهو بأمتنا وبلحم الأطفال الرضع، والموقع يحتاج لشعب والشعب يحتاج المدفع، والشعب الأعزل مسكين من أين سيأتيك بمدفع؟ حينها رد الشاعر العراقي على قصيدتي نزار قباني وتميم البرغوثي قائلا: عفوا فيروز ونزار، عفوا لمقامكما الأرفع، عفوا تميم البرغوثي إن كنت سأقول الأفظع. الآن وليس غدا أجراس التاريخ تقرع. بغداد لحقت بالقدس والكل على مرأى ومسمع، والشعب العربي ذليل ما عاد يبحث عن مدفع، يبحث عن دولار أخضر يدخل ملهى العروبة أسرع. رد عليهم جميعا الشاعر السوداني قيس عبد الرحمن عمر بقوله: عفوا لأدباء أمتنا، فالحال تدهور للأبشع، فالثورة ما عادت تكفي، فالسفلة منها تستنفع، والغيرة ما عادت تجذبنا، النخوة ماتت في المنبع. لا عاد شيء ليربطنا، لا دين بات يوحدنا، لا عرق عاد فيترفع. عفوا أدباء زماني، فلا قلم قد بات يوحد أمتنا، والحال الآن هو الأبشع. لكن ردت عليهم جميعا الشاعرة السودانية سناء عبد العظيم، ولها منا كل التقدير بقولها: عفوا فيروز ونزار، عفوا لمقامكما الأرفع، عفوا لتميم وعراقي إني بكلامكم لم أقنع، عفوا لأخينا سوداني من أيدي شعراء أربع. النخوة لا زالت فينا شيبا شبانا أو رضع. نعود كما كنا، وسترفع أمتنا الأشرع، وتسير سفينة أمتنا، وتخوض الموج ولن تصرع، ونقود الناس كما كنا في عهد محمد لم نجزع. فيروز انتظري عودتنا، كادت أجراسك أن تقرع. قباني صبرا قباني، المدفع يحتاج لمصنع، والمصنع أوشك أن يبنى، والخير بأمتنا ينبع. عفوا لتميم البرغوثي، فالشعب محال أن يقنع. مهلا لعراقي شاعرنا، أجراس التاريخ ستقرع، وتعود القدس وبغداد، وتعود القدس وبغداد، ونصلي في الأقصى ونركع، وتعود القدس وبغداد، ونصلي في الأقصى ونركع.
لن نرضى أبدا بالذل، وقريبا للشام سنرجع. لن نرضى أبدا بالذل، وقريبا للشام سنرجع. سنعود لنهج محمدنا صلى الله عليه وسلم، ولنهج صحابته أجمع. عندما غنت فيروز الآن الآن وليس غدا، أجراس